يا بابا. بابا، ده انت اللي بابا. ما تقوم يا ابني تعمل حاجه مفيده يا ابني، بدل ما انت قاعد زي الواحد اللي مش لاقي عريس فيه يا ولا ست البيت. ايوه انا عايز نعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ انت يا ابني مش دخلت طب يا ابني، ولا دخلت لي انت كليه طبيه انت، ولا تشتغل في مستشفى وعيانين يا ابني؟ يعني انت يا ابني انت مش دكتور يا ابني، ولا انت هتبقى ايه انت يا ابني؟ ماشي لقب دكتور ده لما اتخرج ان شاء الله بعد 5 6 سنين كده. بعدين الدراسه لسه يوم 20/9. انا غلطت في تربيتك يا ابني، والله انا غلطت في تربيتك. انا ابويا قالها لي يا زمان، ابويا قالها لي زمان وانا ما صدقتوش. قال لي هيركب عليك، انا اللي ما صدقتوش. ايوه انا عايز نعمل ايه يعني؟ يا ابني انا وانا قدك كنت بذاكر على الوابور يا ابني، على الوابور، بجيب الوابور وامسك الكتاب واذاكر عليه. طب قول لي اعمل ايه قول لي اعمل ايه. انا اقول لك تعمل ايه. لو داخل اي كليه طبيه، بشري، اسنان، صيدله، تمريض، علاج، علوم، او حتى معهد فني صحي او معهد فني تمريض، فالكورس ده ليك. ولا قوم يلا روح معاه، روح معاه شوفوا هيعمل ايه. قوم يلا قوم. اروح مع مين؟ انت بتضحي بابنك ده، شكله مش انسان. قوم يا ابني. انا مش بتكلم. خلاص حاضر. لا خليك في مكانك عادي على اليوتيوب. ايه ده بجد؟ ماشي تمام. الفاشل. السلام عليكم شباب. في الكورس التأهيلي للكليات الطبية، كورس شامل كل المصطلحات المهمة الطبية. فقبل ما نبدأ ما تنساش تحضر كوباية قهوة، كوباية شاي، كوباية نسكافيه، ايا كان انت بتحب ايه. وعايز اقول لك ان انا حرفيا جمعت كل المصطلحات اللي ممكن تقابلك في الترم الاول والتاني وفي كل المواد ده حرفيا. طبعا انت لو رحت لاي كورس على يوتيوب هتلاقي بيديك نبذة ومش بيديك باقي الحاجات، او بيخليك تروح تاني الكورس مدفوع. انا حرفيا مجمع لك كل ده في فيديو واحد ببلاش. فزي ما قلت لك، مشروبك جميل. وطبعا البي دي اف هسيبه لك تحت في الوصف. بص انت يا اما هتلاقي لينك واتساب هتبعت له، بس تخش تبعت له نقطة هتلاقي اللينك اتبعت لك او الفايل اتبعت لك، او ممكن تلاقي اللينك على جوجل درايف على حسب، انا مش عارف لسه هرفعه ازاي. فايا كان كده كده هتلاقيه في الوصف، مفيش اي مشكله، الموضوع بسيط يعني. وحاول تطبع البي دي اف، لان حرفيا انا اشتغلت عليه ايام بجد مش بهزر، فهو متعوب عليه جدا. فانت هتشوف معايا الفيديو، تشوف الشرح، بعدين اطبع البي دي اف وذاكره. بضمن لك انت تبقى داخل الكليه فاهم كل حاجه بتتقال، مش مجرد قاعد وخلاص، ومتميز عن اي حد معاك في المحاضره. طيب ده الفايل اللي هتلاقيه تحت، فايل الميديكال ترمينولوجي، اعداد وتاهيل كليات طبيه، سواء كنت بشري، اسنان، صيدله، تمريض، علاج، علوم، معهد فني صحي، معهد فني تمريض، كله يا باشا موجود. حتى لو انت اصلا في الكلية وعايز تعمل ريفريشنج، فالكورس ده هيكون مفيد جدا. طيب في الانترودكشن محتاجك تعرف مني 3 حاجات بس. اول حاجة البريفكس، تاني حاجة الروت، تالت حاجة السفكس. طيب هنبدأ بتاني حاجة وهي الروت. طيب الروت ده الأساس، اللي هو الكلمة اللي أنا عايز أوصف أنا هعمل بيها إيه. أو إن أنا مثلا عندي القلب، دي ممكن تكون الكلمة دي عضو في جسمك، ممكن تكون صابع في إيدك، ممكن تكون عظمة، ممكن تكون شيء عموما. المهم إن هي شيء مادي أقدر أمسكه وأقدر أشوفه. بستخدم معاها البريفكس والسفكس إن أنا أوصف الكلمة دي. طيب هنعرف حالا ايه هي البريفكس وايه هي السفكس. اول حاجه بس عايز اديك مثال انجليش عادي جدا. طيب ركز معايا، عندنا كلمه unstoppable هنا. unstoppable اللي هو لا يمكن ايقافه. طيب تعالى ناخدها واحده واحده كده. احنا جذر الكلمه معانا الايقاف اللي هو stop، تمام؟ فهي هنا هي الروت. طيب البريفكس هي un. طيب able دي اللي هي المقدره، دي اللي هي السفكس. طيب انا دلوقتي بقول un، بلغي القدره خالص، بلغي اعمل unable يعني عدم القدره. طيب عدم القدره على ايه؟ انا كده اديتك المعنى اللي انا عايز اوصله لك. طيب ايه هو بقى عدم القدره على ايه؟ الايقاف. يبقى لا يمكن ايقافه unstoppable. بكل بساطه هو ده نفس الكلام اللي هنبني عليه القاعده اللي هنمشي بيها في كل الكلمات الجايه. طيب اول حاجه معانا البريفكس او البادئه. طيب مديك انا اهم الكلمات اللي هتقابلها بريفكس في كل الكليات. اول حاجه وبكل بساطه هي بري. بري
قبل عادي جدا انجليش وعربي. طيب بوست برضو انجليش وعربي، مش لاتيني خالص، احنا لسه ما دخلناش في اللاتيني. انتي برضو انجليش عادي جدا ضد. طيب يبقى اول حاجه معانا بري قبل، بوست بعد، انتي ضد. خلينا في الثلاثه دول دلوقتي. طيب بري نيتال اللي هي الولاده. طيب لما اقول لك بري نيتال قبل الولاده، يبقى بري انا وصفت الروت اللي هي نيتال قبل الولاده. طيب عندنا عمليه يعني هنا اوبرتيف. طب احنا عرفنا بوست يعني بعد. طب لما اقول لك بوست اوبرتيف يبقى بعد العمليه. طيب انتي بايوتيك، ادي هنا عندنا انتي ضد، وبايوتيك البكتيريا. ما اقول لك انتي بايوتيك يبقى ضد البكتيريا اللي هو المضاد الحيوي يعني. طيب برادي. طيب برادي حاول تربطها بكلمة باد اللي هو سيء، سيء يعني بطيء شوية، فبطيء هقول عليها برادي. طيب عكسها بقى، يبقى الاتنين دول تبع بعض كده، برادي وتاكي. عكسها تاكي، تاكي يعني سريع. زي ما بقول لك برادي كارديا، كارديا اللي هو القلب. لما بقول لك برادي كارديا يبقى ضربات القلب بطيئة. تاكي، تاكي يعني سريع. طب لما اقول لك تاكيبنيا، ابنيا هنا التنفس، يبقى انا بتنفس بسرعة بقى تاكيبنيا. طب لو خدت برادي بقى، برادي بنيا ده اللي هو تنفس بطيء، يبقى برادي بطيء، تاكي سريع، ابنيا التنفس، كارديا وديت مهمة جدا اللي هو القلب. طيب هايبر، هايبر زيادة عادي جدا معروفة، زيادة موجودة في الانجليش. طيب وهايبو نقص. طيب لما اقول لك معانا اول حاجة تنشن، تنشن ده اللي هو ضغط الدم. لما اقول لك هايبر تنشن يبقى ارتفاع ضغط الدم، هايبو تنشن انخفاض ضغط الدم. طيب جلايسيميا ده مستوى السكر في الدم. لما اقول لك هايبو جلايسيميا نقص مستوى السكر في الدم. طبعا كل ده هتحفظه. انتر برضو سهلة جدا، بين، وانترا داخل. انتر بين، انتر يعني هنا وهنا هو في النص. طيب انترا ده جوه اصلا يعني معايا شيء وهو جواه. طيب عندنا مثلا الاول انتر كوستال، الكوستال اللي هي الضلوع. لما اقول لك انتر كوستال يبقى بين الضلوع، الضلوع هنا هي اللي هي الريبسس او كوستال ايا كان، انا بينهم هنا. يعني ممكن يبقى ايه اللي بين الضلوع؟ القلب مثلا، الرئتين مثلا. طيب يبقى انا معانا هنا الريبسس او الكوستال، اما اقول لك انتر يبقى بين الضلوع نفسها. ممكن اوصف لك بقى ايا كان ايه اللي جوه. طيب الانترا داخل، عندنا فينوس، فينوس اللي هو الوريد، احفظها مهمة جدا. لما اقول لك انترا فينوس يبقى داخل الوريد. طيب بري حول، اما اقول لك بري كارديوم يعني الغشاء المحيط بالقلب، يبقى بري كارديوم محيط، انا حاطط لك كارديا اهوت، يبقى انا واصفها لك، يبقى دي بريفكس، والروت اللي هي الكارديا، فحول القلب او بري كارديا اللي هو حول الغشاء المحيط بالقلب. طيب سب يعني تحت، اما اقول لك سب كوتينيوس يعني تحت الجلد. طيب تعالى معايا كده، ادي طبقات الجلد، يبقى انا بتكلم على الطبقات اللي تحت الجلد، يبقى ده السب كوتينيوس. ممكن ادي حقنه مثلا سب كوتينيوس، فهي احنا هنا بنتكلم على تحت طبقات الجلد. بعد كده عندنا ترانس يعني عبره، يبقى ترانس هنا عبره، وبلانت عضو، يبقى انا بقول لك ترانس بلانت يعني انا بعمل زراعه او نقل عضو معين. تمام، بتيجي على بعضها ترانس بلانت. طيب بعد كده عندنا الروت. الروت انا مش عايز كل الكلام ده، احنا بس هناخد انا عايزك تركز لي على الكلام اللي هنا بالاسود، لان هنرجع للكلام ده تاني. كارديو انا قلت لك ده القلب هتحفظها. نيرو الاعصاب، اوستو او اوستيو ايا كان ده العظم. تمام. هيباتو ده الكبد. طيب النفرو الكليه. طيب ديرم او ديرماتو، او هنا مثلا اقول لك ديرماتولوجي، اولوجي هنا علم، ديت كلمه suffix. لما انا حطيت ديرم اولوجي يبقى انا بوصف علم الجلد. مايو هنا يعني عضله. جاسترو المعده، دماغ انسيفالو، الرئه بولمونري او كل الكلام اللي هنا ده حاطط لك بعد كل كلمه اولوجي اللي هو علم. لما اقول لك كارديولوجي اللي هو علم القلب، ديرماتولوجي علم الجلد او دراسة طبقات الجلد. طيب كلمة مهمة جدا عندي اللي هي ايتس، ايتس، ايتس يعني التهاب. طب ما اقول لك هيباتايتس يبقى ده التهاب الكبد، هيباتو الكبد، ايتس التهاب. بعد كده عندنا السفكس اللي بيجي بعد الكلمة، هي جزء يضاف في نهاية الكلمة وتحدد الوظيفة او الحالة. يبقى انا لما بحدد حالة الكلمة او وظيفتها فانا بستخدم السفكس. طيب عندنا ايتس اللي انا لسه قايل لك عليها اللي هي التهاب. اما اقول لك تونسلايتس يبقى ده التهاب اللوز. بايو احياء، بيولوجي علم الاحياء. اندسايتس ده التهاب الزايده. طب اللي انا كاتبها لك هنا استئصال يعني اوكتومي، اوكتومي يعني استئصال. اما اقول لك ابندوكتومي، وخد بالك اوكتومي مهمه جدا، انا بعمل استئصال للزايده اوكتومي.
طيب عندنا بعد كده باسي او مرض. اما اقول لك نيرو اللي هو الاعصاب، نيوروباثي ده مرض بالاعصاب. طيب كارسينوما، هنا عندنا اوما يعني مرض، ورم قصدي. يبقى احنا عندنا كده بنتكلم على ورم سرطاني. بعد كده عندنا تيوبركلوزس. اوزس ديت حالة مرضية. طيب تيوبركلوزس مرض الضرن. ايه هو مرض الضرن ده؟ تيبرسيلوزس اهي يا دكتور هنا بتكون جوه الرئة. انا مش هدخل في تفاصيل، انا مش عايز الخبطك، احنا دلوقتي بنتكلم على البدائيات. المهم ان انت تعرف ان هي في الرئة. تمام. بعد كده معانا ايميا. ايميا يعني ايه ايميا؟ ايميا يعني دم بكل بساطة. طيب ان، طيب تعالى تاني هنا، نرجع تاني، نروح هنا، عندنا اهوت ادي السفكس هنا ايميا اللي هو البلد او الدم، حالة الدم عموما. طيب ان في الانجليش عادي اللي هي نوت او without. طيب لما اقول لك نوت بلاد او ان بلاد ان مفيش دم او الدم ناقص، فهي انيميا اللي احنا بنسمعها عادي جدا. يبقى انيميا فقر الدم او نقص الدم. طيب عندنا كلمة بلاستي. بلاستي واخدة جاية من كلمة بلاستر، يعني انا بعمل ترميم. مثلا عندي فتحة في الجلد فبعمل لها بلاستي او ترميم. عندي مثلا راينو، الراينو ديت اللي هي الانف، فلما اقول لك راينو بلاستي يبقى انا بعمل ترميم للانف، الانف. طيب بعد كده عندنا جرام اللي هي صورة او تسجيل. لما اقول لك الكترو، الكترو ده الكتروني عادي جدا، هنا بري. طيب الكارديو ودي الروت وده الاساس معايا هنا جرام، الكتروكارديوجرام اللي هي الاي سي جي، تسمع عنها كتير يعني. يبقى ديت بعمل صورة او تسجيل الكتروني للقلب. يبقى انا وصفت القلب ان انا بعمل حاجة الكترونية وحاجة بتعمل لها صورة او تسجيل، يبقى الكتروكارديوجرام اللي انا باخد صورة الكترونية للقلب. طيب سكوب، سكوب ده أداة رؤية أو سكوب عادي جدا. اندوسكوب ده منظار داخلي، اندو خدناها فوق اللي هي داخلي، يبقى اندوسكوب يبقى منظار داخلي. طيب الأرقام والأحجام، أول حاجة بس أنت كده فهمت خلاص يعني إيه بريفكس، يعني إيه روت، يعني إيه سفكس. الروت الأساس، بريفكس بتبقى في البداية، سفكس بتبقى اللاحقة، وديت بتوصف الحالة اللي أنا هوصف بيها الروت عاملة إزاي. طيب عندنا بعد كده الأرقام والأحجام. طيب أول حاجة رقم معانا اللي هو يوني أو 1 اللي هو واحد. يعني يوني عادي جدا لما أقول لك يوني لاترال يعني من جانب واحد. بمعنى إزاي؟ يعني أنا محدد لك جانب واحد، دي الرئتين أهي، فأنا بقول لك أنا عايز يوني لاترال، أنا عايز جانب واحد، فأنا هوصف مثلا الجانب المظلل ده. طيب باي، باي سيبس. سيبس يعني إيه؟ رؤوس. لما أقول لك باي سيبس يعني ثنائية الرؤوس اللي هي البايسبس بتوع الجيم، يعني الباي ادي هنا الجزء، يعني هي مش باينه في الصوره، هي بتبقى اتنين، جزء هنا وجزء هنا، فهي ثنائيه الرؤوس، فباي سيبس اللي هي تو يعني. تراي، تراي سيبس ده زي ما انت شايف، ادي عندنا هنا واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، يبقى هي فيها تلات رؤوس، يبقى تراي سيبس. تمام تمام. هايبر، هايبر خدناها فوق يعني ارتفاع. طيب اقول لك هايبر كالسيميا يعني ارتفاع نسبة الدم في الجسم. طيب هايبو، هايبو هنا انخفاض. اما اقول لك هايبو تنشن، تنشن اللي هو ضغط الدم، فلما اقول لك هايبو تنشن يعني انخفاض ضغط الدم، فبالتالي محتاج ان انا اقيس له الضغط. هايبو، المهم هايبو ده الاساس معانا اللي هو انخفاض. انخفاض ايه؟ انخفاض ضغط الدم، انخفاض نسبة الكالسيوم، انخفاض اي حاجة، المهم هايبو انخفاض، وهايبر ارتفاع. طيب دي بعض الكلمات انا سايبها لك بس هتحفظها. تمام. عندنا سايتو يعني خلية، ادي عندك شكل الخلية هي ديت، خلية حيوانية عادي جدا، جواها السيتوبلازم، جواها الميتوكوندريا، جواها السيتوبلازم. مش هنخش في تفاصيل كتير، المهم عايزك تعرف سايتو يعني خلية. طيب ارثرو، ارثرو يعني احمر. كلمة روت وحاطط لك ارثرو، ارثرو يبقى انا الكلمة روت ديت انا عايز افهمك ان هي فيها لون احمر. زي مثلا انا حاطط لك اهوت كرات الدم الحمراء، ارثروسايت. ارثروسايت دي يعني خليه حمراء، سايت خليه، خد سايتو اللي هي سايت او سايتو خدناها فوق خليه، فلما اقول لك ارثرو اللي هي الاحمر اللي خدناها يبقى خليه دم حمراء. تمام. الباقي بقى هتحفظه كلام عادي جدا. طيب بعد كده دي مهمة 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 مهمة، حط على ألف مهمة، الاتجاهات التشريحية. طيب أول حاجة يا معلم عندنا كلمة سوباينيشن. يعني إيه سوباينيشن؟ سوباينيشن يعني أنا حاطط أو نايم على ظهري. طيب هل نايم على ظهري بجسمي بس؟ لأ. هل نايم على ظهري بإيدي بس؟ لأ. برجلي بس؟ لأ. أي حاجة بقول لك فيها سوباينيشن يبقى أنا عامل فيها كده، سواء إيدي سواء صبعي سواء عقلة من صباعي مش هتفرق. فسوباينيشن يبقى أنا عاملها كده على ظهرها، نايم على ظهره.
طيب عايز اربطها لك ازاي؟ تعالى عشان بس ما تنساهاش. تخيل معايا يا عزيزي المشاهد ان ده انت هوت، ده حضرتك، تمام، ونايم على سرير، نايم على ظهرك، وفي واحد واقف هنا وماسكك من ايدك مكلبشك جامد، واحد واقف هنا وماسكك برضو من ايدك، وبرضو واحد واقف هنا وماسكك من رجلك ومثبتك. طيب، فانت عمال تقول سيبوني سيبوني، ده معناه ان انت شايفهم فبتقول لهم سيبوني، ده معناه ان انت نايم على ظهرك، فسيبوني سوباينيشن. هي كرنج شويه بس اوعدك ان انت عمرك ما هتنساها. يبقى انت نايم على ظهرك سوباينيشن، سواء ايدك نايم بجسمك، ديت سوباينيشن. ففي ناس بقى بتقول لك ما اعرفش ايه، ما انا ممكن اعمل كده يعني، فملناش دعوه بالناس ديت، احنا ملناش دعوه بحد. يبقى سوباينيشن نايم على ظهرك، لما تقول سيبوني يبقى انت كنت نايم على ظهرك، افتكر المشهد ده، فانت كده هنا سوباينيشن. برونيشن دي سهله خالص، شفت لما تعمل برون في بابجي؟ عارف انت الزرار اللي في بابجي ده لما تعمل برون فانت نايم على بطنك، فهنا برونيشن، يبقى انا نايم على بطني سواء بايدي بصابعي، المهم ان هو على بطني. بعد كده عندنا شويه رينج اوف موشن. انا مثلا ايديا هيت او رجليا ايا كان ببعدها، يبقى abduction، ببعد abduction، ببعد. طيب برجع ايدي تاني لجوه يبقى adduction، برجعها تاني مكانها او بدخلها لجوه، يبقى abduction بيبعد، وadduction بيخش لجوه، سواء ايدك رجلك صبعك اهو، يبقى ده abduction. adduction بيدخل تاني لجوه زي ما انت شايف، يبقى هو هنا رايح اهوت abduction بالب، بيبعد. طيب داخل لجوه هو التاني يبقى adduction، دراعه او ممكن رجله. طيب نفس الكلام هنا هنتكلم عن حاجة اسمها الروتيشن. لما انا اعمل كده، بص ايدي بتتحرك فين؟ لجوه لجوه، بص بلف لجوه، يبقى ده internal rotation. طب لو انا بلف لبره، external rotation. طيب صبعي اهو بلفه لجوه اهو internal rotation. طيب بلفه لبره external rotation. اي حاجه كده تمام، internal rotation بلف لجوه، external بلفه لبره، بالظبط زي ما الصوره هنا موضحه. طيب شويه examples بقى. عندنا اول حاجه كلمه anterior يعني امامي، يبقى انا باصص للجسم من قدام شايفه امامي، يبقى anterior امامي. لما اجيب لك عضو واحط لك معاه anterior يبقى انا شايف العضو من المنظر الامامي، مش من الخلفي الامامي ولا من الجانبي، من الامامي. طيب posterior يبقى انا شايف العضو من المنظر الخلفي او الجسم او ايا كان، المهم ان انا شايفه من المنظر الخلفي. طيب superior علوي، يبقى انا بقى شايف الحاجه من فوق. يعني مثلا لما بوصف لك القلب واقول لك superior وحطيتها لك في جمله مثلا وشفت معاها كلمه القلب، يبقى انا باصص للقلب من الوجه او من المنظر العلوي. تمام. انا مش عايز اديك شويه امثله كتير، انا بس عايز افهمها لك بطريقه عاديه جدا. طيب inferior سفلي، نفس الكلام لو القلب بقول لك وشفت معاها كلمه inferior، يبقى انا بتكلم على الجزء السفلي من القلب. قيس الكلام ده على كل الأعضاء اللي في الجسم أو على الجسم نفسه مش هتفرق، المهم إن أنت تبقى عارف إن inferior سفلي، superior علوي، بتحفظها كده. posterior خلفي، anterior أمامي. يعني بقى مثلا posterior خلفي أنا بقول لك dorsal supine أو posterior supine. supine اللي هو العمود الفقري، يبقى العمود الفقري أهو أنا باصص له من المنظر السوبيريور يبقى أنا باصص له من ورا. طب لو anterior يبقى أنا باصص له من قدام. تمام. طيب ميديال ناحية الوسط، يبقى أنا داخل ناحية الوسط، مثلا القلب هنا اهوت، فأنا بتكلم على الجزء اللي في الوسط اللي هو الميديا. بعده لاترال جانبي، أنا ببصص على الجزء الجانبي، يعني مثلا هنا اهوت أكني مثلا باصص هنا، يبقى أنا باصص مثلا على الجزء الجانبي للشولدر أو الكتف، يبقى لاترال جانبي، احفظها لاترال جانبي. بروكسيمال قريب مثلا لما أقول لك مثلا معاها بروكسيمال هيومرس يبقى قريب من الجسم، أدي الهيومرس، يبقى مثلا قريب من الجذع، يبقى حاجة مثلا واقفة هنا مثلا أو مثلا شظية قريبة من الهيومرس، فأنا بوصفها وبقول إن هي بروكسيمال، قريبة من الهيومرس. تمام. طيب ديستال جاي من كلمة destination أو distance مسافة، بعيد. بعد كده عندنا superficial اللي هو سطحي، وديب عميق، وديت عايزة شرح لوحدها. تعالى يا معلم معايا
هنا على طبقات الجلد تاني. طيب عرفنا ان الجلد معناه ديرم او ديرماتولوجي علم الجلد. المهم ان طبقات الجلد او الجلد كله اسمه ديرم. لما اقول ايبي ديرم، انا في الطبقه اللي فوق خالص. ايبي، تمام. ايبي دي اول طبقه خالص. طيب الديرم اللي هو طبقه الجلد اللي او في سكين ذات نفسها يعني. طيب سوبرفيشال ده جوه بقى خالص، داخلي قريب من العمق. يبقى سوبرفيشال قريب من العمق، الطبقه اللي قبل الاخيره بالظبط. طيب لما اقول لك ديب بص بقى، خلاص انا خلصت كده، خلاص طبقات الجلد وتحتها المصل اهي. يبقى الجلد تحته العظمه. الطبقه اللي خلاص سنتوفه كده وهتروح للعظمه هي دي الديب، العمق اللي هو اخر حاجه. اللي قبلها بالظبط اللي هو قريب من العمق اللي هو السوبرفيشال في الترم او في الجلد. تمام تمام. ديب عميق، سوبرفيشال سطحي، ديستال بعيد، بروكسيمال قريب، لاترال جانبي. دي شوية عظام رئيسية لازم تحفظها، ما فيهاش نقاش. ديت من الحاجات اللي لك احفظها احفظها. عندنا سكال جمجمة، عندنا ماندبل اللي هو الفك السفلي، عندنا كلافيكل اللي هي الترقوة اللي هي العظمة دي كلافيكل اللي هي موجودة هنا وموجودة هنا. دي ترقوة كلافيكل، تحفظها. طيب عندنا سكابولا او الاسكابولا، يعني الناس بتقولها كده في الاول معذور. دي اللي هي لوح الكتف اللي هي العظمة دي بالظبط، اللي هي دي دي اللي هي سكابولا. طيب ريبس اللي هي الضلوع، ريبس ضلوع. طيب هيومرس دي العضد اللي هي العظمة دي، هيومرس اللي هي العظمة دي كلها. طيب راديال والالنا، انت عارف خدت في تالتة ثانوي انت ان ديت ثابتة وديت هي اللي بتتحرك. انهي فيهم الراديال وانهي فيهم الالنا؟ دي اسمها النا، ودي الراديال عامله زي الراديو ما بتقفش عماله تتحرك، يبقى دي الراديال اهي اللي ناحيه الصابع ده اهي، وديت الالنا. تمام تمام. عندنا البلفس ده اللي هو الحوض، ادي هو البلفس عظمه الحوض. بعد كده عندنا فيومر ده اللي هو الفخذ اللي هي اكبر عضله في الجسم او اكبر عظمه قصدي في الجسم. ادي هي الفخذ اكبر عظمه في الجسم. بعد كده عندنا التibia والفيبيولا. التibia بص، العظمة اللي ماسكة في الفخذ ونازلة لغاية السلميات والرزق القدم تحت كده هنا كده كلها، اللي هي الكبيرة، دي التibia. طيب الفيبيولا هي اللي ماسكة فيها، اللي هي الشظية اللي ماسكة فيها في الجزء هنا ده. يبقى دي التibia ودي الفيبيولا. حلو كده، حلو. تمام تمام. vertebra دي اللي هي الفقرات، يعني مثلا عندنا فقرات العمود الفقري هنا اهي vertebra اهيت، عندنا فقرة ادي فقرة ادي فقرة، فالمهم فقرات vertebra. تمام تمام تمام. هتحفظ العظم ده اساسي جدا معانا. عندنا اعضاء اساسية ديت برضه هتحفظها زي اسمك، وحاطط لك صورة توصف لك كل حاجة حرفيا. عندنا هارت القلب عادي جدا، ادي الهارت اهوت هنا اهوت. عندنا اللونجز الرئتين اهيت. عندنا ستومك المعدة اهيت. عندنا الكبد الليفر ادي فين الليفر اهوت الليفر. تمام تمام. عندنا الامعاء الانتستين اهيت اللي هي دي. بعد كده عندنا الكليتين الكدنيس اهمت اللي هما نفرو. يبقى نفرو ده باللاتيني، زي مثلا الكارديو القلب باللاتيني، مثانة بلادر. تمام ادي هنا المثانة اهي بلادر. تمام يبقى دي المثانة. بعد كده البنكرياس، فين البنكرياس اهوت البنكرياس. طبعا انت عارف اللي بيفرز الهرمونين اللي بيوطي سكر الدم وبيعلي سكر الدم. تمام. خلايا الفا وخلايا بيتا. تمام انت اكيد عارف كل الكلام ده. ادي هنا مكانه هنا بالظبط اهوت. بعد كده سبلين الطحال، وده انت تعرف طبعا اللي هو اللي بينق الدم او اللي هما بيقولوا مقبرة الدم في الجسم. سبلين طحال. برين الدماغ اللي موجود جوه السكال اللي هي الجمجمة اللي خدناها فوق اهي، دي السكال. تمام 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 تمام. طيب عندنا شوية أمراض مهمة diseases. أول حاجة عندنا الدايابيتس ميليتس، وده مرض السكري، وطبعا في تايب A وتايب B هتعرفهم في المستقبل إن شاء الله. بعد كده هايبرتنشن ده ارتفاع ضغط الدم، حاجات مهمة جدا، دي أمراض لازم تحفظها لأنها هتواجهك كتير جدا. طيب عندنا الأزمة، مش أستحمى الأزمة، دي اللي كانت عندنا في تالتة ثانوي زمان يعني 2023. ده اللي هو الربو، إن الشخص مش قادر ياخد نفسه. تمام. بعد كده عندنا التهاب المفاصل arthritis. بعد كده عندنا الستروك
في السي في اي مثلا يبقى عندنا جلطة دماغية ستروك يعني زي مثلا لما تقول صخرة، فحاجة واقفة في الدم عاملة زي تجلط، فبالظبط هي اسمها ستروك. كانسر تمام، سرطان، التهاب رئوي، نيمونيا طبعا البي سايلنت فبنقول نيمونيا. ال HIV طبعا ده اللي بينتقل عن طريق التلامس الجنسي اللي هو مرض نقص المناعة. أنيميا اللي هي فقر الدم. طبعا عندنا شوية فحوصات برضو لازم تكون عارفها، بس يعني مهمة جدا هتقابلها كتير. CBC اللي هي Complete Blood Count، اللي هي Blood Test اللي هي CBC، اختصار لي Complete Blood Count. بعد كده عندنا Urine Analysis طبعا مكتوبة غلط، تحليل البول. طيب عندنا اكس راي دي اللي هي الأشعة السينية. سي تي سكان ديت الأشعة المقطعية. ال MRI دي اللي هي الرنين المغناطيسي. عندنا الألترا ساوند اللي هي الموجات الصوتية اللي هي السونار. طبعا دي بنستخدمها كتير قوي لو واحدة حامل، وطبعا دي الطريقة الوحيدة علشان أتأكد إن البيبي موجود فعلا، هي إن أنا أعمل سونار أو إن أنا أعمل اللي هي الألترا ساوند أو إن أنا أسمع صوت ضربات قلب البيبي. غير كده بقى اللي هو اختبار الحمل وكل الكلام ده، الحاجات ديت مبدئية مش بتأكد لي هل في حمل فعلا ولا لأ. فعشان اتأكد طبعا بستخدم الترا ساوند، وبستخدمه برضه في حاجات تانية، بس دي اهم حاجة بستخدمه فيها اللي هي ان انا الست جواها بيبي ولا لأ. طيب الاي سي جي والاي اي جي طبعا لسه قايلهم لك، قايل لك لسه الاي سي جي والاي اي جي اللي هي الالكتروسيفالوجرام ده اللي هو رسم المخ، والالكتروكارديوجرام ده اللي هو رسم القلب. بايوبسي عينة احفظها، ممكن تكون عينة سيمن اللي هو حيوان منوي، ممكن تكون عينة بلاد، ممكن تكون عينة يورين اللي هو بول، ممكن تكون عينة ستول اللي هو البراز. فبايوبسي يعني عينة. تريتمنت لكل ده اللي هو العلاج، علاج. خلصنا. لو وصلت اللحظة ديت فعاش عليك. أهم حاجة بس إن أنت ما تنساش تطبع PDF ده وتذاكره بالظبط 25 ورقة، هتذاكرهم بالظبط وهتراجع عليهم كذا مرة. حاول تقسمهم بحيث إن أنت تحفظ كل الموجود. ولو انت اوعدك ان انت لو خلصت كل ده فانت هتبقى حرفيا متميز عن اي حد قاعد معاك في المحاضرة، فاهم الدكتور بيقول ايه، وده طبعا هيمنع عنك مشاكل كتيرة جدا. يعني هتبقى فاهم، فعارف تجمع كل المعلومات. فطبعا دي حاجة مهمة جدا ان انت تاخد كورس زي ده. الاهم من كل ده ما تنساش تشيره مع كل اصحابك، يعني لو انت استفدت يعني خليهم يستفادوا هم كمان. وكورس فري، في كل ده فري. فيعني انا تعبت فيه جدا، طبعا كل ده فري جفت لكل الناس اللي داخلين كليات طبية مني. احلى مسا عليكم، اي حد داخل كلية طبية ده جفت مني. اهم حاجة بس ما تنساش تدعيلي، اهم حاجة يعني ده اللي طالبه منك. يعني انا بلوم اي حد هيشوف الكورس ده ومش هيدعيلي، لان ده الحاجة الوحيدة اللي هاخدها من البتاع ده. طبعا ما تنساش تشترك في القناة، تستنى كل جديد، اعمل لايك للفيديو. اهم حاجة طبعا تشير الفيديو مع اي حد، او لو انت مش داخل كلية طبية وتعرف حد داخل كلية طبية ابعت له الفيديو، تستفاد، تاخد ثواب. اه طبعا انا كل ده مطبق فلسه هنام يعني، فالمهم انا صورت قبل ما انام. ف متنساش تشير الفيديو. بقول لك اهو PDF هتلاقيه تحت. وبس يا معلم، انا مبسوط ان انا اديتك بداية الطريق في مرحلتك في الكلية الطبية، ان انا اكون اول واحد يشرح لك حاجة زي كده فانا مبسوط بجد. ان شاء الله اكون اديتها على احسن وجه. وبس اهم حاجة ما تنساش تدعيلي.